السلام عليكم ومرحبا بكم في الابيزود 8 من بودكاست فراغ، المكان اللي كنهضروا فيه بصوت دافئ على المواضيع اللي كتسكن في القلب وما كنلقاوش ليها بلاصه فين نهضروا عليها. اليوم بغيت نهضر على الناس اللي خرجوا من حياتنا، ماشي لاننا بغيناهم يخرجوا وماشي ديما لانهم داروا لينا شي حاجه خيبه، ولكن حيت هذيك هي اللحظه اللي كان خصهم يشدوا طريقهم حتى هما. ماشي كل فقدان خساره، كنكبروا وكنكتشفوا بلي الحياة فيها بزاف ديال الناس كيجيو وكيبقاو شوية ومن بعد كيمشيو، بعض المرات بصمت، بعض المرات بصدمات، وبعض المرات بلا حتى تفسير. وفاش كيوقع هاد الخروج كنحسوا بالفراغ، بالألم، بالحنين وأحيانا حتى بالغضب. ولكن الحقيقة هي ماشي كل فقدان خسارة وماشي كل غياب خسرناه. بعض العلاقات كانت مؤقتة ولكن ضرورية، علمتنا وصحت لنا تصورات وعرفتنا على ذواتنا أكثر. علاش كيخرجوا الناس من حياتنا؟ لأن الدروس سالات والمواسم تقفل، لأن القلوب تبدلات والنيات ما بقاتش هي كما كانت، لأننا نضجنا وهما بقاو في بلاصتهم، لأن الله كيشوف لي ما كنشوفوش وكيبعدنا قبل ما نضروا راسنا أكثر. ماشي بالضرورة الناس يكونوا خايبين وماشي بالضرورة حنا الظالمين، ولكن الحياة ما كتسولش وكتكمل. من بعد الخروج كيبقى واحد النوع ديال الصمت ديال الذكريات، الرسائل اللي ما بقيناش كنقراوهم، الاماكن اللي ما بقيناش نمشيو ليها، والجمل اللي بقاو معلقين بلا جواب. وكنبداو نسولو راسنا، واش كان لازم نسمح؟ واش انا اللي من الغلط؟ علاش ما بقاوش؟ علاش انا اللي كنعيش هاد الفراغ؟ ولكن غادي نقول لك واحد الجمله مهمه، ماشي كل شيء خصنا نفهموه، بعض الحوايج خصنا نتقبلوهم نسلموا بهم ونآمنوا بهم. الجواب اللي خصك تطرح، السؤال اللي خصك تطرح هو شنو ندير مع هذا الغياب. اول حاجه نحترموه بلا ما نسبوه بلا ما نقللوا من قيمتهم، نخليوهم مكانهم ولكن ماشي على حساب راحتنا. ثاني حاجه نتعلموا، كل علاقه كانت مدرسه وكل نهايه كانت بدايه باش نصحوا شي حاجه في ذاتنا. ما نبقاوش نحملوا الذنب في راسنا، بعض الحوايج ماشي ذنب حتى شي واحد، غير الحياه ما قدرتش تكمل بيهم. ما سدوش الباب قدام ناس جداد، كل شخص غادر خلى مساحه لشخص اخر يمكن يكون حسن. انا في حياتي خرجوا من بزاف ديال الناس، بكيت عليهم بقيت شهور وانا كنقلب فين غلط، كنت كنكتب وكنهضر مع راسي وكنقول علاش وكيفاش. ولكن مع الوقت عرفت بلي الفقدان ماشي ضعف، هو نضج. عرفت بلي الخروج ماشي فراغ، هو ترتيب. وعرفت حتى بلي بعض العلاقات الا كانت باقا كانت غادي تضرني اكثر ما غتنفعني. بعض الناس كيمشيو باش نتنفسوا اكثر، الناس اللي ما بقاوش خلاو فينا اثر ولكن ما خلاوش عذر باش نحبسوا حياتنا. الغياب ماشي جرح الا كنتي درتي جهدك، الغياب شفاء على صورة فقدان. شكرا حيت خديت الوقت تسمع لي، واذا بغيتي تشارك الحلقه مع شي حد ولا تكتب لي الراي ديالك، راني غادي نكون فرحانه نسمع صوتك من خلال الرسائل ديالكم. شكرا لكم.